مباراة بعنوان جودة محرز الفعلية، وجودته تلخصت بالهدف الثاني تحديدا. من العدم يا رجل، من العدم خلى كيسي ينفرد بقروهي. ولو ركزت بحركة جسد هودت وشويرخ راح تلاحظ انه ما توقعوا ولا 1% ان محرز ممكن يلعبها بهالشكل. محرز اذا كان بيومه خذ لك جناح انتاجي بشكل مرعب ما شاء الله عليه. وما اكتفى بالاسيست العظيم، بعده مباشرة سجل هدف حسم مباراة لولا هدف كراسكو اللي كان نقطة التحول للشباب بهالمباراة. ويمكن محرز ما ظهر بشكل كبير وواضح بهالمباراة، لكن الحصيلة كانت هدف واسيست، وهذه قيمة اللاعبين كبار. ما يحتاج لقطات كثيرة عشان يبرز، من لقطتين قادر ياخذ فيها نجومية مباراة. عموما ما يخفى على الجميع تحسن الاهلي تهديفيا، يعني من يصدق ان الاهلي صار يسجل 4 بشوط واحد، وهذه لها اسباب كثيرة، من ضمنها ان اللاعبين صاروا يتعاملون مع الفرص بهدوء واكثر دقة بدال الرعونة اللي كانت تصدر منهم بعض الفرص. وتلاحظ هالشيء بهدوء كيسي بالهدف الثاني. ثانيا الاعتماد على زكريا اللي يتميز هجوميا بشكل مرعب بدال دامس. ثالثا تحسن محرز هجوميا، يعني لو رجعت للأهداف الثلاثة الأولى بتكتشف أن محرز خلفها كلها، بما فيها الهدف الأول اللي كان جزء منه. عموما مبروكين يا أهلاويين، مباراة للتاريخ صراحة.